السلام عليكم الإخوان ورحمة الله وبركاته. المهم الإخوان جبنا لكم كل ما قدمه نايف أكرد مع فريقه وجميع التحركات ديالو. نايف أكرد قدم أداء رائع 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 وممتاز. المهم الدراري نخليكم على الملخص وتحياتي. أكرد هذه ممكن جول تواجد فيه ويل سميث، تمشي لكورين سيرا ولكن فيها تغطية من هذه ممكن جول بوين في الدقيقة العمق ممتازة وبوين نايف أكرد، بينما هنا كرة تصل على جهة اليمنى حتى الليغ وان، انطلاقة هنا محرضية الرأسية ممكن إذا وضعية التسلل على الثالث، كرة تمشي أمامية ممتاز، وهذا حقيقة لا أستون فيلا واحد من أسوأ المواسم لفريق ويست هام في الدوري الإنجليزي، ولكن من دون خطورة على الحارس الفرنسي، يتحرك بالشكل اللي يتناسب معه ويخلق مشكل كبير لدفاعات نادي ديربي كونتي. يتعلق الامر بالالماني كيرير، يلعب الكره الطوليه لكن في نايف اكرد بعد ذلك كره من نايف. برافو 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 برافو، الاحتفاليه حقيقه واحد من النجوم اللي علقوا في الدوري الانجليزي. نادي ويست هام مرات كذلك مغلقه، وبالتالي يولع يمر ناحيه نايف اكرد. نايف يمر لسام، حافظ على تركيزه، وسام يعرف بباركولزين كولينز اريولا. شوف الاعاده هنا، طريقه تعامل مع الكره كم حكايه وقصه عشق لارسنال مع الكاس الانجليزي، كاس الرابطه الانجليزيه، المسابقه اللي وصلت الى مراحل. انطونيو يمرر امكانيه التسديد، يمشي لنايف أكرد بمعنى الكلمة لأن الكل تفاجأ لرقابة أنطونيو، لكن دائما في التحرك وفي الطانية. نايف أكرد، هنا المرور وصل الجهة اليمنى العرضية، ونايف أكرد المدافع المغربي المطاف لما نشوف يعني حجم الاهتمام بوين وانطونيو والجول. مجهود كبير بوين يدخل الوضعية السليمة، والثالث والمزيد لأن المباراة في المجمل. بابلو تمشي الكرة العرضية وصلت لنايف أكرد، نايف يتحصل على رمية جانبية.